السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو هذا بغيت نهضر على واحد الموضوع ولا واحد مسألة اللي أنا فكرت كتير باش نهضر فيها وبغيت نتشارك معكم فيها، واللي هي المدى ديال المنحة ديال واش تصاعدي ولا تنازلي ديال الأندية في البطولة الوطنية ديالنا. وأنا تنخص بالذكر هنا الأندية التقليدية الثلاثة ديالنا اللي هما الرجاء والجيش والوداد. فباش نهضر على هذا الموضوع هذا جاني واحد الفكرة باش نطرق لواحد النقط على كل نادي على حدة. فنبدأ بالرجاء البيضاوي. فكما شفنا هاد الأيام هذه القضية ديال المدرب الألماني زينباور، أن ولينا تنسمعوا أنه مشى السعودية، أنه غيرجع، أنه لا غيبقى، أنه راه خرج في الانستغرام قال لك على أنه غادي يبقى، إلى حين اليوم أنها خرجت الأخبار بأنه صافي فسخ العقد ديالو مع الرجاء بأداء ديال الشرط الجزائي اللي في العقد ديالو. مزيان، هنا وضحت الرؤية، بانت أن مدرب صافي مشى، أن النادي خاصو يبحث على مدرب. هادشي معروف في كاع أندية في العالم. ولكن النقطة هنا والتساؤل هنا اللي عندي تتمثل في واش كان خاص زينباور يمشي ولا واش كان خاصو يبقى. هذا السؤال هذا حتى هو تنتمنى أن نشوف بعض الإجابات عليه من عندكم في التعليقات. ولكن أنا في النظر المتواضع ديالي أنا ما غنهضرش ما غنقولش أنه خاصو يبقى ولا ما خاصوش يبقى، ولكن غنرجع معكم اللقاءات الأولى ديال زينباور. فمن بعد ما تعين زينباور على رأس العريضة التقنية ديال الرجاء البيضاوي مع الطاقم التقني ديالو، بداو في مقابلات لعبوا. ولكن الملاحظة اللي عندي أنا على الأداء ديالو في هذيك اللقاءات أنه كان تيسجل ولا تهجم في الأول ديال المقابلة في البداية ديالها، ولكن معظم اللقاءات ولا في معظم اللقاء ولا في الشوط الثاني ديالو تلقاوه راه كان اللور وراجع مدافع، لدرجة أنه أغلبية ديال هاد اللقاءات هادو اللي كان ترجع فيهم اللور كان تيتعادل فيهم، علما أن حنا تنعرفوا أن الرجاء ما خسر حتى ماتش في هاد الموسم هذا. يمكن تنهضر على اللقاءات اللي تعادلوا فيهم. في هاد اللقاءات هادو اللي تعادل فيهم جا من بعد ما تعين هاد الطاقم هذا، ومن مورا بعض اللقاءات تعين معد بدني اللي هو معروف عند الرجاء، اللي هو معد بدني التونسي بن ونيس، اللي كان ديجا مع الرجاء ومشى ورجع في العهد ديال زينباور. تنعرفوا الخدمة بين قوسين بالدرجة ديالنا، الخدمة النقية اللي تيدير هاد المدرب هذا، بأنه ما تيرحمش اللاعبين في البريباراسيون فيزيك مع أي نادي كان معه. بعد ما تعين بن ونيس ولينا تنشوفوا نتائج ممتازة ونتائج جيدة. أنا إذا ما خاطيش الذاكرة ولينا تنشوفوا غير الانتصارات. فغتقولوا لي أن زينباور ما بقاش تيخاف ولا
واستافد من الاخطاء ديال اللقاءات الاولى ولا تهجم ما ترجعش للور. ولكن في نظركم كون ما كانش عنده واحد طاقم تقني وواحد معد بدني اللي هو غادي يكون الدراري وغادي يعطي واحد الطاقه كبيره للدراري، واش غادي يكملوا في هذاك الريتم اللي كان تيلعبوا فيه؟ بالاخص حنا كنا تنشوفوا اللعابه تبارك الله ما تيحبسوش. شفنا الاداء ديال بوزوق، الاداء ديال نفاتي، الاداء ديال بوغرين، الاداء ديال موهوب، والاداء ديال الزرهوني وباقي اللاعبين. شفنا كذلك الاداء الدفاعي ديال بن مقدم وديال خفيفي. شفنا كذلك الاظهره واللي من بينهم بولكسوت اللي ما كانش تبارك الله تيوقف. واش كون ما كانش كما قلت سابقا، واش كون ما كانش واحد الاعداد بدني كبير، واش هاد اللعابه هادو غيكملوا في هذاك النيفو؟ انا وعاود ما قلت انا ما غاديش يكملوا. ومن هنا انا في نظري ان اللي خاص على الاداره ديال الفريق تثبت به بشكل كبير هو هذا المعد البدني هذا اللي هو بن وانيس، وكذلك يتثبتوا بالدعامات الاساسيه ديال الفريق باش يحققوا نتائج ويزيدوا يثبتوا على الالقاب اللي حققوها مع في البطوله الوطنيه وفي كاس العرش. وبالخصوص وان كاين اخبار تقول بان النادي غيتعاقد مع مدرب صربي جنسيه المانيه اللي هو الاسم ديالو السيد راموفيتش، اللي بعد واحد البحث صغير عليه انه اللعب ديالو تعتمد على البلوك المتقدم وعلى البناء ديال الهجمات من وسط الميدان. فاحنا تنعرفوا ان اغلبيه ديال الانديه اللي تيلعبوا بهذا النظام هذا راه الا ما كانش عندك واحد الاعداد بدني كبير راه ما غادير حتى شي حاجه بهذا النظام هذا وهذا الاداء هذا. سمحوا لي الا طولت عليكم بزاف وهضرت على الرجاء بزاف، ولكن تنقول انا هذا الشيء اللي انا قلبت عليه واللي الصراحه بغيت نتشاركه معكم. بالنسبه للجيش الملكي، الى جينا نشوفوا الانتدابات اللي قاموا بها اللي هي في نظري انتدابات جد مهمه وتتمثل يعني في كارنييرو، بوسفيان، الفحلي، النقاش، أنس باش من الفتح الرباطي، جويل بيا، الحسن حبيب، وباك هندريك وإينونغا. هاد اللعابة هادو اللي تنعرفوا فيهم بطبيعة الحال بوسفيان والفحلي والنقاش وإينونغا اللي هما اللي جينا نهضروا على اللعابة ديالنا بوسفيان والفحلي والنقاش اللي اداو على الانديه ديالهم بالشكل الانديه السابقه ديالهم بشكل كبير وكبير بزاف، وكان عندهم واحد الادوار مهمه في تحقيق واحد التقدم مع الانديه ديالهم ونتائج كبيره. وهذا الشيء اللي غادي يساعد الجيش الملكي خصوصا مع التعيين ديال المدرب ديال المنتخب البولندي سابقا اللي هو تشيسلاف ميشنيفيتش، نتمنى ننطق الاسم هذا بشكل صحيح. فمن خلال هذا التعيين هذا ومن خلال هذه الانتدابات هذه تبان ان الجيش باغا تحقق واحد النتائج اللي هي مزيانه وبغات تزيد لقدام ويداركوا اخطاء اللي وقعوا فيها
هذا الموسم اللي داز. وهنا من خلال هذه النقطة هذه ديال الأخطاء اللي وقعوا فيها بغيت نهضر على واحد المشكل اللي وقعوا فيه في الاخر ديال البطولة الوطنية وديال كاس العرش، اللي تمثل الطراوة البدنية وفي المنسوب البدني اللي تيبان انه نقص عند اللعابة ديال الجيش. كاين اللي غيمشي معايا وانا متاكد غيمشي معايا بعيد في التعليقات وغادي يجبد لي مسألة ديال التحكيم، وانا ما بغيتش اطلاقا نهضر فيها لان عندها ماليها وعندها نازلين لتحسموا في هذه الامور هذه. وكاين اللي غيقول لي ان الاصابات اثرت بشكل كبير على الجيش. انا في نظري الجيش كانوا عنده لعابه رغم الاصابات، كانوا عنده لعابه مزيانين، لعابه اللي هما تأديو كثير، تأديو بواحد الشكل اللي هو رائع جدا. فإلا جينا نشوفوا الناجي ونشوفوا ربيع حريمات واللاعبين اللي كاينين لقدام، تبارك الله، راه انا صفقت لهم بشكل كبير وصراحه عجبوني بزاف هذوك اللاعبين. الا ان كما قلت سابقا بان واحد نقدر نقولوا عيان، نقدر نقولوا واحد الاجهاد كبير اللي كان بالاحرى خاص يخدم عليه المعد البدني ديال النادي. نتمناو يداركوا هذا الامر هذا ويداركوا هذا المشكل هذا اللي هو ماشي مشكل كبير، لان تنعرفوا احنا النادي ديال الجيش الملكي والمقومات ديالو والامكانيات ديالو ممكن يداركوا هذه الاشكاليه هذه. نختم بالوداد الرياضي اللي مع النهايه ديال هذا الموسم هذا بدات اللجنه المؤقته تتخدم مشكوره بشكل كبير باش تعتق هذا النادي هذا، حين ان بعد التعيين ديال هشام أيتمنى كرئيس لفرع كرة القدم، شفنا أول شيء قام به هو التعيين ديال المدرب معروف على الساحة الإفريقية موكوينا، اللي هو مدرب واعد ومدرب معروف في جنوب أفريقيا. من بعد المعاناة اللي عاناها الوداد الموسم الماضي اللي أثرت عليه بشكل كبير، واللي صراحة الوداد ما يستاهلش يكون في هذيك الأزمة اللي كان طاح فيها السنة الماضية، اللي هزت الأركان ديالو وهزت صراحة خلات النادي يبان بواحد الشكل هو نسبيا ضعيف شوية، واللي هاد الشيء وهاد الأزمة هذه اللي تحمل الوزير ديالها كما قلت سابقا اللجنة وقعتها بالرئاسة ديال البرماكي. الوداد ومن خلال الأخبار اللي تنسمعوا مؤخرا في الأيام هذه أنهم غادي يقوموا بانتدابات كبيرة وأنهم غادي يديروا بزاف ديال الأمور باش يعتقوا النادي. هذا الشيء تيفرح، وكما قلت في فيديو سابق نتمناو تبقى ديك المنافسة بين الأندية ثلاثة، نتمناو تكبر هذه المنافسة هذه وتولي بين أندية أخرى. حنا تنعرفوا نهضة بركان، الفتح الرياضي، حسنية أكادير، كاين أندية تبارك الله اللي عندها مقومات خاصها غير تخدم شوية على راسها. وانا اسمحوا لي لما هضرتش على اخص كما ذكرت على بركان وعلى الفتح، كما قلت هضرت على أندية والقوى التقليدية اللي عندنا في بلادنا، لأن الوقت ما تسمحش باش نهضر على هاد
هاد الانديه كامله. ومن خلال انه الا هضرت على هاد الانديه بثلاثه، فانا تنقصد حتى الانديه الاخرى باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوف واحد المنافسه قويه ومنافسه شرسه، باش نتفرجوا في واحد الكره مزيانه وتبان بلادنا انها غاده في واحد المسار مزيان. نرجع للنقطه اللي قلت في اول فيديو ديال الانديه اللي هي غاده في واحد المنحى تصاعدي ومنحى تنازلي. في النظر ديالي انا الا جينا نهضروا على هاد المنحى التنازلي وهاد المنحى التصاعدي، فاول فريق اللي نهضر عليه انا اللي مبدئيا راه تيحاول يطلع شويه ويعتقل لي القد ديالو الجيش الملكي من خلال هذه الانتدابات، وما تبقى غادي يبان في البدايه ديال الموسم وفي النهايه ديالو بطبيعه الحال من خلال تحقيق ديال لقب ولا القاب ومن خلال المسار ديالو في عصبه الابطال الافريقيه. بالنسبه للوداد ولا الرجاء، نقدروا نقولوا غاديين في واحد منحى تصاعدي شويه، واخا مازال ما بيناش الصوره بشكل واضح، خصوصا الى جينا نهضروا على الازمه اللي داز منها الوداد واللي تيحاولوا عقد انتخابات اللي حاليا تعيين من هشام ايتمنى كرئيس ديال فرح كرة القدم في الرجاء. كاينه بوادر انها كاينه ازمه، ولكن حنا باقي حاليا ما الصوره ما واضحاش. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم كل الخير الانديه ديالنا باش كما قلت تستمر يعني العجله ديال البطوله الوطنيه ديالنا، خصوصا حنا تنعرفوا ان حنا غادي ننظموا مسابقات اللي هي مهمه بزاف. وشكرا.